انت واخد بالك ان احنا كمصريين عندنا قدرات خارقة؟ بنبقى قاعدين على الكنبة لابسين البيجامة والمكرونة على النار ونرد على التليفون ونقول جاي حالا 3 دقايق هتلاقيني قدامك. كلمة جاي حالا دي مش دايما بتبقى وعد، دي مسكن بنديه للناس عشان يهدوا. طب هو ايه اللي هيحصل لو قلت الحقيقة؟ انا لسه في البيت قدامي ساعتين لحد ما اتحرك. اجمل حاجة ان كل الناس عارفة ان حالا دي مش معناها حالا ولا حاجة. اللي مستنيك حافظ السيناريو، عارف انك هتاخد دش، تلبس، تفتش في الدولاب، تعمل قهوة، تقف قدام المراية 30 دقيقة، تسأل نفسك ألبس الكحلي ولا الأسود. بعد كل ده تفتكر إنك قلت لحد أنا جاي حالا. فأنا بقترح إننا نعمل قاموس مصغر بالمعاني اللي بنقصد بيها كلمة حالا. يعني مثلا كلمة جاي حالا دي معناها بعد 1.5 ساعة، جاي في السكة يعني لسه بدور على الشراب، 5 دقايق وهكون قدامك دي معناها انك لسه بتفكر تروح المشوار ولا لأ. انا تحت دي عادة بتتقال وانت لسه في اسانسير بيتكم. يعني حالا دي مش للتوقيت، دي كلمة لرفع معنويات المنتظر، وهي عادة معناها اصبر أو أنا فاكر ميعادنا بس تتقل. لو المصريين بكرة قرروا يستخدموا كلمة حالا بمعناها الحقيقي هيحصل تكدس مروري، القهاوي هتفلس والصحوبية نفسها هتتهد. يمكن حياتنا كلها قايمة على الكذبة الصغيرة دي، أنا جاي حالا. معكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.